ولا يقول إلا حسنا. إنه يدعو إلى الله رب العالمين، وإن هذه الدعوة واجب عليه. واجب عليه أن يواجه التواءات النفوس الضعيفة. واجب عليه تعليم من جهل من أصحابها. وواجبه أن يحول بينها وبين أهوائها وما ألفته من ظلم لنفسها واستكبار على غيرها وتغيير لفطرة الله فيها وفيما حولها. إنه واجب عظيم ومسؤولية كبيرة وأمانة صعبة. إنها أحسن ما في الأرض وأكرم، وإنها أعظم كلمة ينطق بها البشر. دعوة إلى الله، عمل يتلقاه الله بالقبول، وترفعه الملائكة مستبشرة بحمله مبشرة به، وإنها لترتفع به، وترتفع كلما بدا لها أن العمل الصالح يصدق تلك الدعوة ويباركها ويلتزم بها سلوكا خيرا بناء. إنها ترتفع وترتفع به كلما رأت أن الاستسلام لله رب العالمين تنتهي به كل أهواء النفس وما في ذاتها من ضعف، فإذا هي تقوى بالله ولله وتشتد به وله وتجاهد له وبه وبالقول الحسن والعمل الصالح وتستقيم عليه. تستقيم عليه لأنها نشئت عليه وأصبح من طبيعتها، بل هو أصبح طبيعتها، علامتها في وجهه ووجهه علامة عليها. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ومن أسلم وجهه لله فكان منه الاستسلام والتسليم، الاستسلام المعنوي بكل ما فيه من قوة اليقين وطمأنينة الرضا، والتسليم بكل ما يكون منه من عمل. فالإسلام هو هذه الوحدة بين الشعور والاعتقاد، وبين السلوك والتطبيق، وبين التصور والممارسة. إنه العقيدة الراسخة والعمل الصادق الصالح، إيمان القلب وإتقان العمل. فإذا حياة المسلم، كل حياة المسلم، توحد في الإنسان، وتوحد للإنسان بكل نشاطه واتجاهاته. إنه حضور دائم وتيقظ مستمر وتكامل وكمال. لقد دعي هذا المسلم إلى الإسلام بربه فلم يتردد، وقبل بما عند الله فلم ينقص منه شيئا. قبله لأن الله رب العالمين قد ارتضاه له وكرمه به وخلقه له واصطفاه لحمله. فإذا الصلة مستمرة بين الله وخليفته في أرضه، وإذا هذه الصلة تتعزز وتتجدد وتقوى مع كل سلوك يبتغي المسلم به وجه ربه. لقد أسلم وجهه لله وقصد وجه ربه، ووجه ربه كل ما لربه من صفات كريمة دلت عليها أسماؤه الحسنى. وما أجمل الكريم يلبي دعوة الكريم، وما أعظم الإحسان يلتقي بمصدره. إن المسلم حينما يسلم وجهه لله ويهتدي بهداه يعلم منذ اللحظة الأولى ما يعنيه إيمانه من تكريم
وما يقتضيه منه من جهاد وبذل واحتمال. الإيمان خير كله، والتسليم قوة في الاعتقاد والشعور، وقوة في العمل والتطبيق. الإيمان بالله والتسليم بأمره يرفع المسلم عن كل ما في الوجود، لأنه أكرم ما في الوجود وأعظم ما في الوجود، فلا يستسلم لهوى ولا يلين لصعب، ولا تنحدر به الإغراءات فتصرفه عن جلال المهمة وعظمة الأمانة. ولقد قبل المسلم منذ اللحظة الأولى أوامر ربه دون تردد، وترك كل أمر مهما تكن جهته ومصدره ونوعه وحجمه، ما لم يكن متفقا مع أمر الله، فالأمر عنده لله وحده. تلك هي السعادة التي يحققها المسلم في نفسه ولنفسه، ويحققها بسلوكه مع غيره لكل من سواه. فإذا المسلمون المؤمنون كلهم إخوة وأعوان، وكلهم مطمئنون إلى أن السعادة في إسعاد الناس قبل إسعاد النفس، أو مثل إسعاد النفس ذاتها على أقل اعتبار وأضعف الإيمان. إسلامنا ملأ القلوب قناعة أن الإله لحكمة سوانا. إسلامنا ملأ القلوب قناعة أن الإله لحكمة سوانا. سوى وسوى بيننا ومدنا بالدين كي لا نرهب الطغيانا. الكل للرحمن عبد عنده، وأحبهم من أخلصوا الإيمان. الكل للرحمن عبد عنده، وأحبهم من أخلصوا الإيمان. وأعز أهل الأرض فيها مسلم، بهدى الإله يعمر الأكوان. إسلامنا ملأ القلوب قناعة إن الإله لحكمة سوانا. إسلامنا ملأ القلوب قناعة أن الإله لحكمة سوانا. سوى وسوى بيننا ومدنا بالدين كي لا نرهب الطغيانا. بالدين كي لا نرهب الطغيانا. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وإن المقبول عند الله من الناس من كان مسلما. لأن من كان مسلما لله فقد أطاع الله في كل ما أمره به، ومن أطاع الله فيما أمره فإنه سيعيش رحيما، وسيعيش لغيره كما يعيش لنفسه. يعيش للناس كل الناس كما يعيش لنفسه، ويعامل كل المخلوقات كما يعامل نفسه، فلا يظلم ولا يطغى ولا يستعلي ولا يستغل ولا يجهل ولا يجهل عليه. من أطاع الله وأسلم وجهه لله رأى الخلق كلهم عيال الله، وتيقن أن الله سائله عن كل كبيرة وصغيرة، وأنه لن تكون له منزلة عند الله
ولن يكون له شأن إلا بقدر ما يحسن، فهو محسن بكل قول وعمل. لن يحجب إحسانه اختلاف النسب، ولا اختلاف اللون، ولا اختلاف الوطن. ولن يقلل من إحسانه أنه لم يعرف من يحسن إليهم، ولربما ازداد إحسانه على من لا يعرف، لأنه لا يبتغي من إحسانه إلا هذه السلوكية الخيرة، وهذه الاستجابة الطيعة لأمر ربه عز وجل. إنه يعلم أن أخشى عباد الله لله هم العالمون، فاجتهد ليكون عالما، ليرتقي بعلمه إلى المنزلة التي يخشى بها ربه، الخشية التي تؤهله لتلك المنزلة. لقد جاهد لبلوغ هذا واجتهد وصابر وصبر، صبر على أذى المنحرفين واحتمل منهم الأذى ليخلصهم مما هم عليه من انحراف، ويردهم للحق والصواب. المسلم يعلم أن النفس البشرية لا تتخلى عن موروثاتها وأهوائها بيسر وسهولة، لذلك فقد أطاع أمر الله في صبره على ما هم عليه، لينقلهم إلى ما هو عليه من يقين وما يعيش فيه من نعيم، فكلهم عيال الله وهو مسؤول عنهم جميعا. المسلم يعلم أن رسوله الكريم قد علمه دستور الحياة الأمثل، إذ قال مرشدا ومعلما: الدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. صدق رسول الله. علم هذا فعمل بوحي من هذا، فراح يقدم كل يوم حسنا. أكان قولا أم عملا؟ أكان بحثا في كون ربه أم اكتشافا؟ أم مساعدة ومساندة؟ لقد اغتنى سواه بما اغتنى به، وسعد غيره بما سعد به، لأنه أحب للناس بمقتضى إيمانه بما أحب لنفسه التي هي بين جنبيه. ولقد أحبه الناس كما أحبهم، وكرموه كما كرمهم، وآثروه كما آثرهم، وقدموه كما قدمهم. فإذا أخوة الإيمان جعلتهم في رضوان الدنيا، رضوان رضاهم من ربهم ورضوان ربهم عليهم، قبل أن يدخلوا رضوانه زمرا يوم يلقونه في نعيم مقيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إن المسلم بإسلامه خليفة الله في أرضه، ما دام قائما على شؤون هذه الخلافة بأمر ربه، وهو بهذا كريم على الله، عزيز عليه، محفوف برعايته، محفوظ بعنايته. بهذا كان المسلم مسلما، وبهذا كان المسلمون مسلمين، وبهذا كانوا خير أمة، وبهذا سيعودون خير أمة حين يكونون مسلمين. المسلم ما غير المسلم، المسلم ما غير المسلم، لم يرهب إلا
فاجتهد ليكون عالما ليرتقي بعلمه إلى المنزلة التي يخشى بها ربه، الخشية التي تؤهله لتلك المنزلة. لقد جاهد لبلوغ هذا واجتهد وصابر وصبر، صبر على أذى المنحرفين واحتمل منهم الأذى ليخلصهم مما هم عليه من انحراف ويردهم للحق والصواب. المسلم يعلم أن النفس البشرية لا تتخلى عن موروثاتها وأهوائها بيسر وسهولة، لذلك فقد أطاع أمر الله في صبره على ما هم عليه لينقلهم إلى ما هو عليه من يقين وما يعيش فيه من نعيم، فكلهم عيال الله وهو مسؤول عنهم جميعا. المسلم يعلم أن رسوله الكريم قد علمه دستور الحياة الأمثل، إذ قال مرشدا ومعلما: الدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. صدق رسول الله. علم هذا فعمل بوحي من هذا، فراح يقدم كل يوم حسنا، أكان قولا أم عملا، أكان بحثا في كون ربه أم اكتشافا، أم مساعدة ومساندة. لقد اغتنى سواه بما اغتنى به، وسعد غيره بما سعد به، لأنه أحب للناس بمقتضى إيمانه بما أحب لنفسه التي هي بين جنبيه. ولقد أحبه الناس كما أحبهم، وكرموه كما كرمهم، وآثروه كما آثرهم، وقدموه كما قدمهم. فإذا أخوة الإيمان جعلتهم في رضوان الدنيا، رضوان رضاهم من ربهم ورضوان ربهم عليهم، قبل أن يدخلوا رضوانه زمرا يوم يلقونه في نعيم مقيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إن المسلم بإسلامه خليفة الله في أرضه، ما دام قائما على شؤون هذه الخلافة بأمر ربه، وهو بهذا كريم على الله، عزيز عليه، محفوف برعايته، محفوظ بعنايته. بهذا كان المسلم مسلما، وبهذا كان المسلمون مسلمين، وبهذا كانوا خير أمة، وبهذا سيعودون خير أمة حين يكونون مسلمين. المسلم ما غير المسلم
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله العظيم. دروب النور. نلنا نعيم العمر في طاعة الرحمن، صرنا هداة الدهر في منهج القرآن. نلنا نعيم العمر في طاعة الرحمن، صرنا هداة الدهر في منهج القرآن. الله 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 الله. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أركان الإسلام 5، ليس يجهل هذا مسلم ولا مسلمة، عربيهم وغير عربيهم، كبيرهم وصغيرهم، متعلمهم وأميهم، الكل يعلم أن أركان دينه 5. أركان الإسلام 5 لم تنص عليها آية واحدة، ولا هي اجتمعت كلها في سورة واحدة، إنما جاءت موزعة في آيات عديدة وعلى سور كثيرة. والأركان 5 يجمعها كلها حديث شريف واحد، ليس يجهل لفظه مسلم. والأركان هي الأركان، عليها يقوم البنيان، وعلى قدر ما تكون الأركان قوية يمكن للبناء أن يكون سامقا شامخا وقويا. ولأنها أركان الدين الحنيف خاتم الرسالات وأشملها، فإذا هو بشموله وصلاحه دين العالمين. أول الأركان هي الشهادتان، الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهما جناحا هذا الركن الركين وأساس كل الأركان، ولا يغني جزء عن آخر، ولا تغني ولا تنفع سائر الأركان ما لم تستند إلى هذا الركن الركين وتنطلق منه. لا إله إلا الله، أولى الشهادتين هي علم دقيق عميق، علم أساسي تتفرع منه سائر العلوم، وتمتد فروعها باسقة وارفة غنية الثمار والظلال. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وحينما لا تكون لا إله إلا الله علما وعقيدة راسخة، فإن الإنسان سيكون ضعيفا ويكون عرضة للشرك، ومع الشرك
لا يصح الإيمان، بل إن الإيمان لا يبطل مع الشرك، وإن العمل ليحبط. ولكي لا يكون الشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل، كما يقول نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، فقد جعل الله إفراده بالألوهية عقيدة راسخة قوية متينة ليقوم عليها البناء. كل ذنب وكل تقصير وكل خطيئة يمكن أن تنال مغفرة الله جل شأنه إلا أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورحمة بالعباد وحفاظا على إيمانهم، فقد جعلت لا إله إلا الله علما وعقيدة، ولهذا فقد كان العلماء بها حقا وصدقا أخشى خلق الله لله وأعرفهم به. ومرتبة العلم والتي لا إله إلا الله أعلاها هي فوق المراتب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومحمد رسول الله ثاني الشهادتين، ولا تكفي واحدة دون أخرى. إن الإيمان برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه يجعلنا نقبل كل ما جاء به من عند الله من أمر ونهي ومن توجيه وإرشاد. إذا آمنا أنه رسول الله الموحى إليه والمبلغ عن الله، قبلنا الدين كله. وإن لم نؤمن برسالته فلن يكون لنا نصيب من الإسلام، فهو الذي جاء بالإسلام، والإسلام في حقيقته وجوهره جامع لكل ما قبله. ذلك هو معنى أنه رسول الله. وتجيء الصلاة بكل ما أودع الله فيها من أسرار، وما جعل فيها من فضائل وبركات، وما جعله على أدائها من صلاح وأناط به من إصلاح. الصلاة هي الصلة التي توثق العلاقة بين المؤمن الضعيف وبين ربه القوي، وترفعه إليه وتقربه منه. لذلك فقد فرضت فرضا. ولا دين أبدا بلا صلاة، فالصلاة عماد الدين، وهي أول ركن عملي من أركانه، وهي حق الله على المؤمن، وهي طهور قلبه ووجدانه. ولكي تكون الصلاة مقبولة فلا بد من الخشوع فيها والحضور في أثنائها وتفرغ القلب والمشاعر لمعانيها، لأنها الصلة، ولأنها المفتاح الذي يفتح به المؤمن كنوز علاقته بربه رب العزة والجلال. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا بد فيها من الخشوع، فالخشوع روحها وحقيقة معناها وجوهرها، وهو الغاية العظيمة منها. وإذا لم يكن للصلاة خشوعها فلن يتحقق منها أدنى شيء مما فرضه الله سبحانه وتعالى لها، وجعلها الركن الأول بعد الشهادتين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. المراءة من أبغض الصفات إلى الله عز وجل. إنها الصفة التي تغضبه ولا يرضى عن فاعلها، لأنها في الدرك الأسفل من الصفات الإنسانية، لما فيها من مكر واستهتار، ولما فيها من قدرة على تغيير الحقائق واتباع الباطل.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة الخالصة صلة بالله قوية متينة مرشدة معلمة ملهمة. إنها وقفة تتكرر مرارا بين يديه، يخاطبه فيها مخاطبة المنادي القريب، يناجيه بها فيقوى بنفسه وترق مشاعره ويمتلئ قلبه رحمة، لأنه بين يدي أرحم الراحمين. الله